اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. في الفيديو تاع اليوم راح تشوفوا معايا واش شريت بمناسبه شهر رمضان. كنت شريت هذا الباك اللي مع بعضه. اولا ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا حنايا وكامل الامه الاسلاميه وكامل عائلتنا وكامل حبابنا، نصوموا وينعاد علينا ان شاء الله بالصحه والهنا، ونكونوا ديما ملمومين على الخير وعلى قراءه القران وعلى الصلاه وقيام الليل يا رب العالمين. كما قلت لكم اول حاجه هي شريت هذا الباك يجي كامل مع بعضه، شريته 300 الف من موقع نورمالمون تيك توك. يعني شفت الفيديو تاعهم عجبني وليت قلت نشريه، خصوصا انه فيه حوايج اللي انا نحبهم وجايين كامل مع بعضهم، يعني كامل كما نقولوا حنا سيرفيس كامل مع بعضه، فيه قداه من حاجه ويستعمل قداه من حاجه. في تزيين المائده وانا نحب هذه الحوايج هذوما. انا جا هذا الكارت الخشين كما راكم تشوفوا باش يحافظ على الحوايج باش ما يبقاوش يخبطوا في بعضهم وما يتكسروش. اول حاجه هي هذه تاع المكسرات. بصراحه جات مليحه كبيره، يعني تهز المكسرات، تهز كميه معتبره، يعني لاباس بها. المره الاولى كنت متخيلتها انها راح تكون اقل من هكا، بصح بصراحه جات مليحه وتهز. كما راكم تشوفوا هذه اول حاجه تاع المكسرات، ومكتوب فيها مكسرات وفيها هكا رسومات تاع بعض من المكسرات. وثاني حاجه هذه تاع التمر وفيها الدعاء. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. صراحة حتى هي مليحة وتهز مليح، يعني مش كبيرة بزاف وأيضا ما هيش صغيرة. ثاني حاجة هذا الفانوس، من قبل ما عرفتوش ومن بعد عرفتو بلي راهو فانوس. بون نحطو الشمعة لتحت ولا نحطو نظن الإضاءة هذيك اللي تشعل، يعني مش الشمعة، نظن باش ما تتحركش، يعني مازال ما جربتهاش ورايحه نشوف واش يصلح. هذه تاع لي سيرفيات ثاني جاو معاهم، يعني عاطينهم كانهم كادو. وكما راكم تشوفوا بصراحه حتى هي مليحه عجبتني، تتحط يعني في الطاوله تاع الافطار ولا في الطاوله كما نكونوا نوجدوا. يعني حاجه مليحه. رابع حاجه هذايا تاع المخبوزات، يعني الكسره الخبز كما راكم تشوفوا، حتى هو جا لاباس به. بصراحه هو صغير شويه بصح مليح، يعني بالنسبه للطابله ماهيش كبيره بزاف راح يكون فيها مليح. جاتني ثاني مع هذه، يعني نقدر نحط فيها، يعني بصراحه انا مش هنحط فيها، هو السيد كي شفت الفيديو حاطين فيها البوراك، انا ما نظنش نحط فيها البوراك، هذه راح نشرب فيها قهوتي، يعني راح نحط فيها القهوه تاعي ونشرب فيها القهوه، مانيش راح نديرها كما داروا هما. وما زلت راني نخمم، يعني ما على باليش واش راح نديرها. جات هذه ثاني، هذه تحط فيها الشمعه، الاخرى تتحط فيها كما قلت لكم الاناره يجوا مدورين ويشعلوا من التحت، يعني فيهم الضوء. وهذه اللي تتحط فيها الشمعه. هذو يعني مديرينهم باش نزينوا بهم الطاوله تاعنا، نقدر نزينوا في وقت الافطار ولا كما بعد الفطور، كما نحبوا نشربوا التاي تاعنا ولا نشربوا القهوه، يعني بعد ما نقعدوا. لهنايا هذوما تاع اللي تحطوا فيهم الكيسان تاع التاي ولا الفناجل تاع القهوه، جايين 6 ثاني مع بعضهم، وصغار كما راكم تشوفوا، يعني ما الحجم تاعهم ماهوش كبير. وكامل جايين مزينين ومكتوب فيهم رمضان كريم نورمالمون ولا رمضان. وجات هذه تاع اللي نحطوا عليها المصحف، بصراحه حتى هي فكره رائعه ومليحه حتى هي، واكيد راح نستفادوا منها خصوصا في رمضان راح نهزوا المصحف بزاف. جايه مليحه. يعني المصحف حتى كون متوسط ولا كبير شوي رايحه تهزو وماهيش ثقيله، جايه خفيفه يعني مليحه. نزيدو نشوفوا حاجه واحده اخرى لهنا، هذه تاع المكسرات واللي نحطوا عليها الكيسان تاع التاي كما راكم تشوفوا، يعني هذه جات نحطوا فيها طول مش كيما الاخرى كل حاجه وحدها، يعني المكسرات وحدهم ولي سوطاس اللي نحطوا فوقهم وحدهم. واخر حاجه هي هذه تاع البوراك، يعني انا كنت غلطه من قبل، الاخرى ماهيش تاع البوراك، هذه تاع البوراك فقط، انا الفيديو كنت نسيت. هذه اللي نحطوا عليها ولا نحطوا فيها البوراك العفو. وانا بالنسبه ما نحطش فيهم طول، يعني رايحه نفرش لهم ورق الزبده ونفرش السيرفيات ولا باش يمصوا
لي زيت يعني الكل، كيما تاع التمر ما نحطش فيها طول، كيما هذه تاع المكسرات يعني كامل رايحه نغطي ولا نفرشهم باش نحط فوقهم باش نحافظ عليهم وما يفسدوليش. وهذا هو الباك كامل. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ويعجبكم ان شاء الله الباك هذا ثاني. وما تنساوش تقولوا لي واش رايكم فيه، واستنوني في الفيديو الثاني ان شاء الله تاع تجهيزات رمضان. ان شاء الله ينعاد علينا كما قلت لكم بالصحه والهنا، احنا وكامل احبابنا وكامل عائلاتنا، والفايده كامل ان نقدروا نصوموه ونقدروا نقوموه ونقدروا نقراو القران تاعنا ان شاء الله يا رب العالمين. ربي يقدرنا ان شاء الله. ما نبقى لي نقول لكم غير استنوني في الفيديو الجاي تاع تحضيراتي لشهر رمضان. وفي الختام سلام.